لو الراجل ده بيعمل الحاجات دي ما تفرحيش على طول. بقى في موضة غريبة اليومين دول، الرجالة بتتصرف بطريقة غريبة. ما بقتش الرجالة اللي احنا نعرفها رجالة زمان، ولا حتى رجالة زمان، ما بقتش الرجالة بمفهوم الرجالة. فتحسي كده ان انت وانت قاعدة معاهم انت قاعدة مع واحدة صاحبتك، مش قاعدة مع راجل مسؤول. في البداية احنا بنفرح قوي، نحس ان الشخص اللي احنا بنتكلم معاه ده شخص قريب مننا جدا وفهمنا، ده كأنه واحدة صاحبتي، ده كأنه فاهم عني كل حاجة. في البداية بس. بعد فترة اقولك خلي بالك الشخص ده ممكن يكون راجل بجد، وممكن يكون عنده طاقة أنثوية عالية. عشان أقدر أطلع من المطب ده وأفرق ما بين النوعين، الراجل المسؤول اللي بيحس بكل حاجة وعارف إيه دوره وإيه واجباته وإيه اللي ليه وإيه اللي عليه، وما بين الراجل اللي طاقته الأنثوية عالية. في علامات عندي إذا اتوجدت فعلا أقدر أقول إن الشخص ده عنده طاقة أنثوية عالية زيه زي بالظبط. طيب ناخد كده أول علامة، طول الوقت بيزعل. هو بيزعل على أي حاجة، بيتقمص من أي حاجة، زي ما بنقول كده الراجل القماص. تحت بند أنا حساس زيادة عن اللزوم، تحت بند أنا واحد بتأثر بأي حاجة. طول الوقت هو بيزعل، فأنت بتتقلبي، أنت بتبقي مش عارفة إيه اللي يزعله وإيه اللي ما يزعلوش، وبتفضلي طول الوقت تقعدي تفكري قبل ما تتكلمي. خطواتك محسوبة، أنت ماشية على قشر بيض، أنت مش عارفة لو قلتي ده هيزعل، طب لو قلتي ده هيزعل، طب لو عملتي ده هيزعل. ده طاقة أنثوية عالية، لأن الكلام ده موجود عند الستات مش موجود عند الرجالة، وكمان موجود عند الستات بنسب. يعني في الست القماصة وفي الست اللي بتزعل، يعني فبتبقى عايزة تتراضى، فتلاقي الشخص من النوع ده بيبقى عاوز يتراضى طول الوقت. طول الوقت هو اللي بيزعل، هو الشكاي البكاي القماص. العلامة التانية، محتاج دعم عاطفي طول الوقت. طول الوقت انت المفروض ان انت تغذيه ببعض الكلمات، يعني او ببعض التصرفات. انت كويس، انت حلو، انت شخص مثالي. طول الوقت انت عماله بتطمنيه، طول الوقت انت بتدعميه، طول الوقت طول الوقت. لانك انت لو ما عملتيش كده بتفقدي جزء كبير جدا من الحياه اللي هي المفروض تكون متزنه. العلامه الثالثه، معتمد عليكي نفسيا بشكل مبالغ فيه، رابط مزاجه بمزاجك، رابط المود بتاعك بالمود بتاعه. يعني هو كويس، هو مبسوط، هو حزين، اوكي بيعاني بالمشاعر دي، بس تعالي على الطرف التاني، انت لو فرحانة هو فرحان جدا، لو انت زعلانة هو زعلان جدا. بس مش زعلان عليكي، في فرق بين انه زعلان عليكي واخد معاكي نفس الموقف، وفي فرق انه زعلان منك عشان انت زعلانة من حاجة خارجية، فما ينفعش انت تزعلي، انت اثرتي عليه. هو كان كويس ولما شافك زعلانة هو زعل، طب انت زعلان عليا؟ لا، فانت ما ينفعش انك انت تزعلي. فبالتالي في الحالة دي الموضوع ما بيبقاش فيه حنية، ولا بيبقى فيه طمأنينة، ولا بيبقى فيه الكلام ده خالص، بتحسي ان هو اصبح عبء زيادة عليكي. العلامة الرابعة، لما يزعلك ويجي رد فعلك طبيعي انك تزعلي، فبالتالي انت زعلتي نتيجة ان هو زعلك، فده رد فعل على الموقف بتاعه، فهو زعل منك نتيجة رد فعلك على فعله الأساسي اللي هو زعلك. فشايفة الدنيا لفت ازاي؟ عكسها، فهو بيزعل من ردود أفعالك اللي المفروض ان انت ما يكونش عندك أي ردود فعل نتيجة الخطأ اللي هو أخطأه. العلامة الخامسة، التهديد المستمر بالانسحاب. اي موقف يحصل فيه انفصال ما بين الطرفين، طول الوقت انت مهدده، اذا ما حصلش كذا يبقى احنا خلاص مش هيمشي مع بعض، اذا ما سويناش كذا يبقى في انفصال، يبقى في طلاق. طول الوقت انت حاسه ان انت واقفه على شعره. واللي بيعمل كده الست مش الراجل، يعني الست هي اللي في المشاكل، طلقني طلقني طلقني، لا لا خلاص انا هسيبك. هو ده اصلا ده يعني موجود في الست مش موجود في الراجل، فالايه اتعكست، فاصبح الراجل هو اللي بيهدد دايما بالانسحاب، مش الست اللي بتهدد بالانسحاب. العلامة السادسة، بيهرب دايما من المواجهة. لو في مواجهة حقيقية أو في مشكلة تبص تلاقيه هو بيهرب من المواجهة، أو يقفل النقاش وخلاص الموضوع ده انتهى، ويفضل قافل النقاش فترة. بس المشكلة الحقيقية إن الست بتفضل فاتحة باب النقاش لأن المشكلة ما اتقفلتش، وتيجي بعد فترة تتكلم فيه يقول لها هو أنت لسه فاكرة المشكلة؟ هو أنت عايزة تتخانقي؟ هو أنت كده ست نكدية؟ أنت ما بتدوريش غير عن نكد. فبقت الست اتصنفت إنها ست نكدية، وفي الحقيقة انت من البداية انت اللي هربت من المواجهة، والتصرف ده تصرف أنثوي مش تصرف رجولي.
العلامة السابعة، بياخد أكتر ما بيدي. طول الوقت هو عاوز ياخد اهتمام، عاوز ياخد حنان، عاوز ياخد أمان. والست أصلا سبحان الله ربنا خلقها طاقتها الأنثوية استقبال، وهو طاقته عطاء. المفروض هو اللي يدي الاهتمام، المفروض هو اللي يدي الأمان، هو اللي يدي الاحتواء، هو اللي يدي الثبات، هو اللي يدي حاجات كتير جدا، وهي تستقبل وتقوم ترد له الكلام ده. يعني انت لو اديتني امان انا هديك امان اكتر منك، انت لو اديتني حنان انا هرد عليك بحنان اكتر منك. هو ربنا خالق المعادله دي. فالكلام ده اوقات ما بيعجبش بعض الرجاله، لا هي المفروض، هي مش المفروض هي، لا يا حبيبي، المفروض انت اللي تدي، هي بتستقبل وترد بقى على اللي انت اديته لها. فانت اديتها امان، هي هتديك امان. انت اديتها حب واحتواء، هي هترد عليك ب10 أضعاف اللي انت اديته لها. انت هتديها أذى، هي هترد عليك بأذى. العلامة الثامنة بالنسبة لي أخطر من كل العلامات اللي عدت، إنه يحكي كل تفاصيل حياته لكل الناس، يحكي لأهله، يحكي لإخواته، يحكي لأصحابه، ويحكي كل تفاصيل الحياة بأدق تفاصيلها لكل الناس. يعني ما عندوش خصوصية. فبالتالي هي لما تلاقيه هو بيعمل كده وتكتشف الموضوع ده، هي بتحس ان هي كأنها اتعرت قدام الناس. التصرف ده المفروض ما يطلعش من راجل. عادي لما يحكي لحد من صحابه، لما يحكي لحد مقرب منه، وممكن يحكي بهدف انه ياخد نصيحة، بهدف انه يستشير هو غلط ولا ما غلطش، لكن مش لكل الناس. في رجال اليومين دول بسم الله ما شاء الله كل حاجة كل حاجة لكل الناس، والتصرف ده أصلا تصرف أنثوي. عادة في بعض الستات، في ستات بتحكي، وفي ستات بتحكي لصديقة مقربة، لأخت كبيرة أو لأخت قريبة منها بتحكي، وفي ستات بتحكي حياتها بكل تفاصيلها لكل الناس. كل الناس المفروض تكون عارفة عنها كل حاجة. والتصرف ده تصرف أنثوي مش تصرف رجولي. يعني اللي بيعمل الموقف ده الستات مش الرجالة. المشكلة هنا مش بتبقى في صفة ولا في اتنين، المشكلة لما تبقى كل الصفات دي متجمعة في واحد. فبالتالي انت قدامك هي الراجل ده هو الشخصية اللي انت شايفاها قدامك. فبالتالي الطاقة الأنثوية عنده عالية جدا. في الأول هفرح إن الشخص ده عارفني أكتر من نفسي وحساس زيي وده بيفهم البنات، لكن بعد فترة هتكتشف إن انت الراجل في العلاقة، وعمرك ما هتقومي بدور الراجل بشكل كامل لأن ربنا خلقك أنثى. فبالتالي انت وظيفتك إنك انت بتستقبلي مش بتعرفي تدي. فبالتالي نتيجة استقبالك انت بتدي على العطاء اللي بيجيلك. فبالتالي حاولي تفرقي ما بين الراجل اللي بيبقى عارف كل ده عن الستات وبيبقى حافظ الستات وبيبقى راجل حساس ولكن ثابت ومسؤول وحاضر، وما بين الراجل اللي بتبقى طاقته الأنثوية عالية. إذا عجبك المحتوى اضغطي لايك واشتركي معايا في القناة، وأشوفك في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.